طب بالله عليك يا عم، بالله عليك بالله عليك بستحلفك، انا راضي ذمتك لو الكورتين دول ضربتين الجزاء اللي في لعبه واحده دول لو للاهلي والاهلي خسران 2-1 وفي اخر دقيقه كان يقدر يجرؤ محمود البنا او حكم الفار ان هم ما يحسبوش ضربتين جزاء مش ضربه واحده، ده كان هيخترع لها قانون جديد. ده كان محمود البنا هيخليهم يشوطوا ضربتين جزاء مش ضربه واحده، يقول لهم واحد يشوط والتاني بعديه يلا يا رجاله عشان تبقى من 2-1 ل 3-2. حق ربنا واحده من الاثنين تتحسب. بس اللي انا افهمه ان هم عايزين الاهلي يوصل للنهائي، لا خايفين الاهلي ما يوصلش للنهائي والزمالك يخسر من بيراميدز ويلاقوا في الاخر طرفين النهائي سيراميكا وبيراميدز انديه ما لهاش جماهير، فطبعا البطوله هتبوظ، في رعاه وفي اعلانات وفي شركات وفي لازم الملعب يتملي جماهير، فلما يبقى النهائي من غير الاهلي والزمالك طب ما نريح نفسنا بقى، وبدل الاربعه اللي احنا جايبينهم دول احنا نجيب الاهلي والزمالك كل مره يلعبوا السوبر ونريح نفسنا من الوش ده. انما حرام كل مره فريق يتظلم وبعدين حكم عليه لغط محمود البنا اروح اجيبه كل مره في ماتشات الاهلي وبيراميدز او في ماتشات الاهلي في نهائي الكاس او في ماتشات الاهلي في قبل نهائي السوبر عشان خاطر محمود البنا الملكي. ما هي تتفهم كده. طب فيها ايه؟ حكم عليه مشكله، كنت النهارده خليت محمد معروف هو اللي يحكم ماتش الاهلي ومحمود البنا هو يحكم ماتش الزمالك وطلعت بره الموضوع ده وطلعت بره الاشكاليه دي. انما ازاي؟ هي دي الكره المصريه، عمرنا ما هنتقدم ولا هنتغير طول ما احنا بالعقليه دي وطول ما احنا بالظلم ده، وربنا كبير وان شاء الله باذن الله الزمالك ياخد البطوله من النادي الاهلي والاهلي يندم ان هو وصل للنهائي اصلا عشان البطوله تتاخد من نادي الزمالك. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتستعمل لي فول. ربنا يهديك. سلام.